علان وعايز علان. انا هخدم النادي الاهلي في حاجات كتير قوي. اولا الجانب الاجتماعي كان مفقود في النادي الاهلي، ده مش معنى ان هو مجلس اداره اثر فيه، لا كان عنده مشغوليات تانية، السنتين الاخرانيين كان في احوال البلد، فيمكن ده اللي شويه بهدل الدنيا. فعشان كده بقول في عندي حاجات كتيره جدا، في ناشئين بكل الالعاب، كل الاعمار السنيه، مدربين لازم يبقوا متخصصين، لازم معاهم شهادات. مشكله الالتراس لازم هيبقى ليها حل، وحل جذري، لان الالتراس دول شبابنا واولادنا. ما ينفعش ان يقول لك وزير الشباب يقعد معاهم، مجلس اداره يقعد معاهم، نجيب مجلس اداره ناديين، ده رئيس الجمهوريه لازم يقعد معاهم، لازم تتحل. فعشان كده انا بقول الالتراس دي هتبقى بدايه مسؤوليتنا في النادي الاهلي، وازاي نحلها ونرجع الود والحب تاني في الملاعب المصريه اللي موجوده حاليا. احنا كلنا اصدقاء وكلنا احباب، وكل لاعب فينا داخل عشان يخدم النادي الاهلي. مجدي عبد الغني حبيبي، طاهر ابو زيد، كل كابتن طاهر الشيخ، على ما سمعت كل الناس دي كلها احنا جايين عشان نخدم النادي الاهلي. مفيش طغينه بيننا وبين بعض، مفيش كل واحد فينا جاي يصفي حسابات حد، احنا جايين نكمل الانجاز والهدوء والاستقرار اللي عمله مجلس الاداره السابق، اللي انا بوجه له الشكر من خلال قناتكم. انتوا عملتوا ووفيتوا وحطيتوا النادي الاهلي في مصف الانديه الكبيره على مستوى العالم، فبوجه لكم كل التحيه والشكر، وان شاء الله نكمل، نقدر نعمل اللي انتوا عملتوه ونكمله اكتر شويه كمان. ليه ما حصلش تكاتف ما بين نجوم كره القدم، وخاصه ان وجودكم انتوا ثلاثه في قائمه واحده كان ممكن يدي قوه للقائمه؟ لسه بقول لك دي منافسه شريفه، انا داخل مستقل وبسيبها للجمعيه العموميه هي اللي بتختار. ممكن مش حابه مصطفى عبده وحابه مجدي عبد الغني، ممكن ما تحبش مجدي عبد الغني تحب مصطفى عبده. عشان كده انا بقول لك دي احنا سايبينها الجمعيه العموميه، وكل واحد فينا سواء مجدي او طاهر او انا او طاهر الشيخ او اي حد داخل عشان يخدم النادي الاهلي. المجلس القادم اكيد عليه مسؤوليه كبيره، مشاكل ماليه، مشاكل مع الضرائب، عقود لاعبين، يعني شايف ان في تركه محمله او مثقله للمجلس القادم؟ بص، هو الله يعيننا، الله يعين اي مجلس داخل، مش الله يعين، ربنا يعيننا كلنا، وانا لو بره المجلس هساعد ان احنا نحل هذه المشاكل. هو فعلا في مشاكل هتبقى مشاكل كبيره جدا، ويعني هنقول ايه غير كل ده سابق لاوانه، لكن النادي الاهلي انا بقول في اعتقادي وداخلي وانا مقتنع ان النادي الاهلي من اغنى الانديه اللي موجوده فيك يا مصر. في موارد كتير جدا لازم تستغل، كانت مركونه على جنب، فلازم ننشط العمليه شويه، وان شاء الله كل حاجه تتحل. لو لم يكتب للكابتن مصطفى عبده النجاح، ممكن يكون في مساعده للمجلس القادم بمقترحاتك اللي كنت ممكن تقدمها خلال عملك داخل المجلس؟ مين قال لي احنا بعيد عن النادي الاهلي؟ احنا من الفترات اللي فاتت، واسال اعضاء مجلس الاداره واحد واحد، احنا كنا قريبين منهم قوي، واللي كان بيطلب منا بيتعمل. النادي الاهلي فيه ميزه، اللي بيعمل ما بيقولش انا بعمل. احنا كلنا كنا بنساعد وبنشتغل زي ما بيقول لك في الظل من اجل الناديين عشان يبقى فيه استقرار، والانجازات اللي هو المجلس لوحده اللي حقق الانجازات دي، الجمعيه العموميه والاعضاء وكل الناس من اصغر عامل في النادي سبب من الاسباب اللي حقق النجاح. فعشان كده بقول لو انا ما ربنا ما وفقنيش، انا ابن من ابناء النادي الاهلي هموت عشان خاطر النادي الاهلي واقف للنادي الاهلي. الجمعيه العموميه مش محتاجه كلام، الجمعيه العموميه عارفه هي هتختار مين لصالح مين، الشخص المناسب المكان المناسب. الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي بتختلف عن اي جمعيات اخرى. انا بقول لهم ربنا يوفقكم، ربنا يوفقكم، وتختاروا الصالح اللي هيهدي للنادي الاهلي الانتصارات والهدوء والاستقرار الفتره القادمه.